السلام عليكم، مرحبا بكم في بلا بلا فيلم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نهضر لكم على واحد من اروع المسلسلات اللي دازوا في تاريخ التلفازه واللي تيعجبني بزاف، والامر تيتعلق بمسلسل ذا واير واللي كتعني السلك، ولكن كتعني في المسلسل الميكرووات والتصنيعات على المكالمات الهاتفيه. وفي هذه الحلقه هذه ما غاديش نحرق المسلسل بالنسبه اللي بغا يكتشفوا، غادي نحاول نعطيكم فكره عامه عليه ونشرح لكم علاش هو فعلا مسلسل رائع ما كاينش خو وما نعرفوش يقدروا يصنعوا شي حاجه بحاله ولا احسن منه. وعلاش مسلسل ذا واير تحفه فنيه تلفزيه استثنائيه جد معبره ومؤثره؟ لحقاش ديفيد سايمون مول الفكره والمشرف على العمل كان صحفي على حساب جريده شمس بالتيمور، واستعان في كتابة السيناريو بالخبرة ديالو حيت كان مكلف بالقضايا البوليسية وبالخبرة ديال إد بيرنز اللي كان بوليسي في مدينة بالتيمور لمدة 20 عام، وتانسبيراو في التأليف من الواقع اللي عاشوا والأحداث اللي حضروا لهم واللي سمعوا بهم، وبالخصوص من تجربة إد بيرنز البوليسية ولا زافير اللي خدم عليهم. وعاونوهم في الكتابة مؤلفين ماشي ديال التلفازة ولكن ديال بصح، يعني كتاب وصحفيين اللي ما غاديش يحشموا يبينوا العيب ويكشفوا الستار على لي طابو وحتى على خدعة الحلم الامريكي اللي هو في الواقع ما حلم ما والو. بحال الكاتب دينيس لوهان اللي حولوا ليه العديد ديال الروايات ديالو الى اعمال سينمائيه بحال روايه ميستيك ريفر ولا روايه شاتر ايلاند. وهذا الاتحاد ديال هذه الادمغه رسم لنا واحد اللوحه عملاقه مفصله وجد دقيقه شبه واقعيه ولا قريبه بزاف من الواقع، بحال شي شريط وثائقي على منظومة الفساد اللي كان مجدر ومنتشر في مدينة بالتيمور في أوائل الألفينيات، بالترافيك ديالو الخانز، التخشويش والخواض اللي فيه. بحال إلا هاد الناس اللي هما نخبة من المثقفين واقيلا لا الغاية ديالهم نبيلة وعندهم الغيرة على بلادهم، اتفقوا يألفوا رسالة حب للأمة الأمريكية على شكل برنامج سياسي فيه دراسة سوسيولوجية معمقة التي تشير بوضوح للأصول ديال الخلل فين كاينين لتوعية المجتمع الأمريكي، حيت اللي واقع في بالتيمور واقع في مدن أمريكية أخرى، لعل وعسى الناس يحلوا عينيهم وينوضوا يشوفوا ما يديروا باش يحاولوا يصلحوا الأمور. هو يا ديفيد سايمونز والفرقة اللي معاه ما وجهوش الجمهور سياسيا ولا عطاوه الحلول، وإنما كشفوا الغطاء ووضحوا العديد ديال الأمور وخلاو المشاهد يكون عنده واسع النظر. والرئيس الامريكي السابق باراك اوباما تيحماق على مسلسل ذا واير اللي تيعتبروه تحفه فنيه. I'm a huge fan of The Wire. I think it's one of the greatest, not just television shows, but pieces of art in the last couple of decades. I was a huge fan. وفايت ليه انه استضاف ديفيد سايمون البيت الابيض باش يناقشوا اوجه النظر ديالهم في العديد من المسائل المتعلقه بالمجتمع الامريكي. مسلسل ذا واير تيعتبروه مواليه ما صالحش للمشاهد العادي اللي مولف السيناريوهات الكلاسيكيه البوليسيه مثلا اف بي اي زيد ديك للسما، ولا المشاهد اللي ما كينتابهش وتيسكرولي في تليفونه والمسلسل خدام، حيت كيحترم وتينادي على الانتباه والذكاء ديال المشاهد باش يخدم عقله اثناء الفراجه ويتعامل مع المسلسل بحال الا كيقرا شي كتاب، يعني يركز وما يزقل والو. وفعلا المسلسل فيه العديد ديال الرموز اللقطات واللحظات اللي كتبان بحال الا غير زايده، في حين هي جد دقيقه وضروريه باش يزيدوا يوضحوا شي امور. وهي ما تابعش للقوانين والقوالب الهوليوديه التلفزيه لا في السرد القصصي لا في طريقه التصوير، وتيبدا في الاول بحال شي مسلسل بوليسي عادي وثقيل شويه، بوليس لاعبين كشكش مع البزنازه ديال لا دروغ والبياضق ديالهم، ولكن واحد الوقيته مع تسلسل الاحداث تيولي هادشي غير طرف من اللوحه العملاقه اللي تيحاول يرسم ديفيد واللي معاه لتوضيح جذور الفساد في مدينه بالتيمور. المسلسل فيه العديد ديال الشخصيات الرئيسيه الثانيه وحتى اللي كتبان ثانويه، ولكن كاملين عندهم نفس نسبه الاهميه وكاملين اللاك ديالهم القوس ديالهم، يعني كيفاش كتكون الشخصيه في البدايه وشنو كتصادف في الطريقه اللي تيقدر ياثر عليها مع تسلسل الاحداث، وكيفاش كتولي في الاخر، يعني كيفاش كتبدا وكيفاش كتسالي في الاخر. هذا هو لاك ديال الشخصيه، داكشي مكتوب بعنايه متناهيه واتقان لجميع الشخصيات بدون استثناء، وهذا الابداع النقي تيخلي المشاهد يتعلق ويهتم بهم كاملين، وكاملين بالبوليس والسياسيين والمجرمين تيقدروا يبانوا لك واحد الوقيته ولاد الناس وكتعاطف معاهم، وقيته اخرى تيوليو مسخط الوالدين وما كتبقاش حاملهم، يعني المنظومه ديال الخير والشر مفرقه عليهم بطريقه ماشي كلاسيكيه ما كتخليكش تعرف شنو يقدر يوقع من بعد. بصيغه اخرى الخير ما تيربحش ديما بحال في السرد القصصي الكلاسيكي، تماما بحال في الواقع
الخير ما تيربحش ديما. ولكن في وسط الدراما والاجرام والتشاش مع 12 كاينه الدعابه والفكاهه حتى هي حاضره بواحد الطريقه جميله وما معيقاش، بحال مثلا جيم ماكنولتي البوليسي اللي مخربق فين ما تيديرها قد راسو تيقول لهم The fuck did I do? 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 The fuck did I do? Shut the fuck up! ولا واحد اللقطه فيها لاستر البوليسي اللي مرزن مكونسونطري على الخدمه وويليام مبرزطو بواحد التينيسه، ومن بعد ملي ويليام غادي يجلس يخدم لاستر غادي يدير نفس القضيه، غادي يجبد التينيسه وغادي يخرج ليه العقل بها حتى غادي يجري عليه من البيرو. المهم الدعابه حاضره بواحد الطريقه زوينه اللي كتفاجئ شويه على المشاهد. المسلسل بدا البث ديالو على قناه HBO ابتداء من 2002، فيه 5 المواسم وكل موسم تيسلط الضوء بالاساس على واحد من المكونات الاساسيه الفساد والفوضى اللي كتعاني منها مدينه بالتيمور. الموسم الاول ركز على الترافيك ديال الدروغ، الكوكايين، الهيروين ولي زونفيتامين في وسط المدينه، وكيفاش البزنازه ديال المخدرات والبياضق ديالهم محمقين البوليس، وحرب العصابات من اجل التيريتوار، والشناقه منابزين على المرارات. وانطلاقا من هنا البوليس غيبداو يتطوروا تكنولوجيا، غيدوزوا من الميكروات للكاميرات للجي بي اس باش يسهل عليهم كيفاش يشدوا البزنازه، ولكن حتى لي ديلر غادي يتطوروا تكنولوجيا باش يزاقوا. وهذا هو صلب الموضوع ديال المسلسل اللي غادي يبنيو عليه واللي غادي ينبثقوا منه حوايج اخرين. الموسم الثاني سلط الضوء بالاساس على العوينه، منين كتجي السلعه الهيروين والكوكايين وشكون اللي كيسهل هذه العمليه. وهذا الموسم في الحقيقه هو اللي ما عجبنيش بزاف، جاني ثقيل شويه، ولكن ضروري يتشاف واخا هكاك باش يكمل البوزل. الموسم الثالث ركز على الفساد السياسي وكيفاش ملي البوليس تيتبعوا المخدرات كديهم لشي طريق اللي صافا عليها، ولكن ملي تيتبعوا الفلوس كتجبد عليهم النحل. الموسم الرابع مهم بزاف حيت ركز على مشكل التربيه والتعليم والعنف اللي في دماغ الاطفال والمراهقين وثقافات العصابات اللي متشبعين بها، بالخصوص الامريكيين من اصول افريقيه واللي ما قادرينش يخرجوا منها حيت بالنسبه لهم ميراث ووسيله ديال الربح السهل، والسجن بالنسبه للعديد منهم شي حاجه اللي تيفتخروا بها. الموسم الخامس والاخير متعلق بالاساس بالصحافه والصراع ما بين الحقيقه والكذوب، ما بين الصحافه النبيله اللي عندها مبادئ وقيم تحترم والكذابه اللي ما تيحشموش وما عندهم وجه واللي تيقدروا يبيعوا كذوبهم اكثر من حراس الحقيقه. والمواسم كامله مرتبطه وكتكمل بعضياتها باش تعطينا نظره شامله ومتكامله على الشخصيتين الرئيسيتين ديال المسلسل واللي هما مدينه بالتيمور ودك جيم، اللعبه اللي ما كتساليش واللي مشاركين فيها كاملين. واثناء الكتابه ركزوا بواحد الطريقه رائعه على التقارب اللي كاين ما بين المؤسسات الاجراميه السياسيه والامنيه اللي تيديروا المجرم تيقدر يديروا البوليسي ويديروا حتى السياسي بطريقته. بالنسبه للكاستينغ رائع بدون استثناء، ما عدا في الموسم الثاني كاينين شي شخصيات اللي جاوني ثقال، والغريب في الامر هو انه ممثل واحد اللي لعب الدور اللي اقترحوا عليه، بينما الاخرين كاملين جاو على دور صدقوا لاعبين حاجه اخرى. I auditioned for Lance Reddick's role and for Clark Peters' part, Lester Freeman. I was actually called to read for Bunk. In my third audition, David, he asked me to read for Bubbles on the spot. When I went in, everybody that was reading for Bubbles was chewing bubblegum. I actually read for Marlowe's part. When I went in there to read the first time, I read for Cuddy. I auditioned for the role of Randy. I auditioned for Stringer Bell. He'd have been terrible in Stringer Bell. ومن غير الممثلين كاينين بزاف ديال الشخصيات الحقيقيه ديال مدينه بالتيمور اللي كانوا بوليس من قبل، صحفيين وحتى البزنازه ولا اللي كانوا في عالم الاجرام وما بقاوش، استعنوا بهم في المسلسل باش يزيدوا يزينوه ويقربوه اكثر من الواقع. كنظن بارك علينا بالنسبه لهذه الحلقه هذه، ولكن غادي نعاود نرجع للمسلسل دواير ان شاء الله باش نهضر لكم على الموسم الاول ونقدروا ندخلوا حتى في تحليل بعض الشخصيات الرائعه اللي فيه. ما تنساوش عافاكم ما ديروا دوك التويشيات باش تشجعوا القناه، وشكرا بزاف على المشاهده، تهلاو في ريوسكم حتى نتقاشعوا من بعد.